ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل الراعي الرسمي للشتاء. هنعمل عدس النهارده باذن الله بطريقه بسيطه جدا وسهله، اسهل من السهوله بعد كده مفيش. الكهرمان الجميل ده اهو، شايفين الكهرمان اللي زي العسل ده؟ هنغسله دلوقتي ونجهز له حاجته اللي هنحطها معاه، ويلا بينا نبدا بقى الفيديو على طول. حبايب قلبي، انا غسلت العدس اهو، غسلته وخليته زي الفل. غسلته 5 6 مرات كده لحد ما ميته بيضت وبقت نظيفه زي ما انتم شايفين كده. وزودته شويه ميه. على فكره يا جماعه، دي كوبايه عدس، دي كوبايه عدس. زودتها شويه ميه اهي. انا لسه ما ولعتش النار. يا دوب الميه زي ما انتم شايفين كده، يعني اقل، يعني يجي ربع الحله ميه نظيفه طبعا. ولسه ما ولعتش البوتاجاز. طيب هنحط ايه على العدس ده؟ بصوا، انا بحط 6 حاجات عبارة عن طماطمتين شقهم صليبة زي ما انتم شايفين كده، وعندي قرن شطة حارة اهوت بيخلي الشوربة العدس بقى يعني ايه، حراقة كده وجميلة. وعندي هنا جزرتين و4 فصوص توم او 5 فصوص. وعندي هنا بصلاية اهيت. وفي هنا بطاطساية اهيت عاملاها طرنشات. انا بحب احط له بطاطسايه يا جماعه عشان بيلف معايا، وانا بعمل الشوربه بيلف معايا، ما بتبقاش مرقه كده، بتبقى يعني الى حد ما ماسكه نفسها. دي الحاجات اللي انا بحطها على العدس. هننزل بقى الحاجات دي كلها اهو. والجزر والثوم انا بسيبه صحيح، ما بقطعوش. والبطاطس اهو. كل ده هننزله على العدس. وايه، وهجيب بقى ايه، سكينه خرط القرن الشطه ده اهو. اهو قرن الشطه ده بقى بيخلي الشوربه تجنن. والبصلايه دهيت بعملها برضو طرنشات اهي. وهقوم مولعه بقى البوتاجاز على العدس بتاعنا ومع نفسه كده، واول ما يغلي بقى هنهدله النار ونسيبه براحته خالص. انا ولعت البوتاجاز اهو. ادي العدس يا جماعه، شوربه العدس انا بحط لهاش اكتر من اللي انتوا شفتوه ده. هغطيه بقى وهسيبها اول ما تغلى ههدلها النار، وتسيب غطا الحله موارب علشان العدس بيفور. وتغطى عليه وتهدله النار لما يستوي براحته خالص، علشان ايه ما يشطش منك ويلزق في الحل. تمام تمام. يبقى قلبي تعالوا بقى نكشف على العدس ونطمن عليه ونشوف اخباره ايه. انا من ساعتها بقى اول ما غلي هديت عليه النار لحد ما استوى. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف كده. بسم الله ما شاء الله. نقرب التليفون شويه علشان يبان. بصوا بقى يا جماعه، شرب الميه واستوى. بسم الله ما شاء الله. بقى قشطه كهرمان. ولا الريحه بقى تجنن. الريحه واصلاكم؟ يعني انتوا شامين ريحته دلوقتي ولا ايه؟ الريحه واصلاكم؟ بصوا بقى يا جماعه، جميل جدا. بسم الله ما شاء الله. الريحه تجنن واستوى ما خدش وقت. هجيب بقى المصفى ونصفيه مع بعض وبعدين نشوف هنعمل ايه. حبايبي، انا جبت مصفى اهيت وحطيتها على الحله علشان هصفي العدس. انا ما بحبش اضربه في الخلاط. اللي عايز يعمله في الخلاط مفيش مشاكل خالص، استني لما يبرد وقومي حط كبايه في شفشق الخلاط ودور عليه الخلاط. بصوا يا جماعه، انا جبت المصفى على الحله اهيت، والعدس بسم الله ما شاء الله استوى. انا بقى ايه، بحب اصفيه بالمصفى. ما بحبش اعمله في الخلاط. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. طبعا هو سخن جدا. افضيه بقى في المصفى. فاضل شويه صغيرين اهمت. هنحط عليهم سقطه ميه كده عشان ايه، ننزلهم. وانا جايبه الميه جنبي اهي. ما شاء الله. شايفين يا جماعه الحله نظيفه ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، زي الفل كاني غسلاه. لان هو استوى على نار هاديه براحته خالص. وفضل برضو محتفظ بشويه ميه بساط قوي. ههرسه بقى واخلصه خالص وصفيه. انا بصفيه اهو. هخلصه بقى. وبحبايبي انا لسه شغاله فيه اهوت. طبعا انا ايه، بزود له برضو شويه ميه وانا بصفيه كده اهو، عشان يجي بخير وينزل في من المصفى. طبعا هو برد بقى خالص، فانا هشيل بقى الهراسه دي كده
هشيلها واكمل بقى بايدي وايه، وازود له برده كل ما اعمل ميه، يعني كل ما عاوز ميه احط له شويه ميه وانا شغاله فيه. هشيل بقى الهراسه دي خالص اهي، واعمل بقى بايدي بقى، اصفي بايدي وانزل بقى الخير اللي فيه ده كله اهو. تنزلي بقى بايدك كده اهو، كل ما هتعملي بقى هينزل، كل ده هينزل، مش هيفضل بقى حاجه خالص. بصوا حبايبي العدس بدأ يغلي اهو، انا لسه ما حطيتلوش اي حاجه، لسه ما حطيتش اي حاجه. بسم الله ما شاء الله، مهديه له النار وبيغلي اهوت. هحط بقى ايه، حته الزبده الجميله ده اهي، اي زبده عندك دي بقى ايه، بتدي طعم طبعا للشوربه جدا. حته الزبده بقى هتدوب براحتها، والشوات الكمون دولت بيدوله بقى نكهه وطعم جميل وريحه. على ما حته الزبده بقى تدوب، وهي بقى ايه، وهو بيغلي اهوت شغال في الغلوان اهو، نكون حمرنا الشعريه. بصوا حبايبي انا بحمر الشعريه اهيت، حطيت حته زبده على النار وايه، ونص كوبايه شعريه، نص كوبايه شعريه، لان الشعريه ما تكتريش في الشعريه، علشان ايه، الشعريه بتزيد في الشوربه ديت بتزيد، فنص كوبايه كفايه قوي، عشان الشعريه بتاعته ما تبقاش كتيره بقى ويتخن منك لما يبرد، تبص تلاقيه بقى ايه، تخن منك. لا كده عمره ما هيتخن، لازم الشعريه تتحمر يا جماعه، طبعا احنا عارفين الكلام ده. والعدس اهوت بسم الله ما شاء الله، انا مهديه له وشغال بيغلي اهو، والحته الزبده دابت بسم الله ما شاء الله. عايزين بقى نشوف هو هيعوز ملح ولا ايه. انا سايباه بقى مهديه له خالص بيغلي اهو، على ما الشعريه تحمر. طبعا الشعريه ايدك فيها، ما تسيبهاش خالص، يعني انا بتكلم معاكم اهو بس ايدي فيها اهو. ليه بقى؟ عشان تاخد لون واحد، الشعريه بالذات ما ينفعش تسيبيها خالص، طول ما هي على النار كده ايدك فيها وتقلبي، هي ولسان العصفور. حبايب الشعريه بقى لونها جميل اهي، خدت لون ذهبي اهو جميل، وانا طفيت عليها النار اهوت، والعدس شغال طبعا بسم الله ما شاء الله. هنشيل بقى الشعريه دي كده ونسمي بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صل على النبي. شويه كده، ايه الجمال ده. ما تنسوش بقى يا جماعه تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتشتركوا في القناه. على العدس بسم الله ما شاء الله زي الفل اهوت اهو، هعرفوا بقى في الطواجن دهيت. واللي عايز يعمل فته بقى بيفت بالعيش بتاعنا، ولا العيش الفلاحي اللي احنا بنخبزه مع بعض الجميل ده اهو، وانا عملته لكم مره قبل كده، وهسيب لكم الرابط بتاع العيش الفلاحي في صندوق الوصف. وغسلت الخس بتاعنا بقى اهوت، والخيار الجميل دهوت. وطبعا العدس ما يحلوش الا معاه البصل، انا ما لقيتش بصل اخضر بقى فايه، غسلته بصل من عندي، وطلعت ليمون مخلل اهوت وزيتون. انا بغرف بقى ايه لكل واحد بقى ايه الطاجن بتاعه، كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه، يشرب منه كده بسم الله ما شاء الله. او يحط بقى يكسر من العيش ده ويحط في الطاجن وياكل على طول.